الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. خدای عالم جل وعلا امر مبکریه بقنجیا بدي وبابا وبأقرباء جبيارة دوين صلاة رحم يعني حق أقرباتيه بجيبينه أو أقرباء چه بابو كالبن چه بيرو ديو بيلون چه أولاد بن چه تورم بن چه خوشبو برابن چه متو خاطی بن آب و آموزم بن يعني أقرباء مرونه گرک إنسان بوان قنجيه بك. خدا جل وعلا دوی اول داست بوكس ديو بافتن. خدا جل وعلا دوی وقضى ربك خدا حكم كبير ألا تعبدوا إلا إياه هون السادة عبادت الله ربكن خدا ربكن ولا وبالوالدين إحسانا همن پشتوی راه دوی إحسانا بیاخو باوخوك. اگر یک جواب مزم بول بهون باوان یک بگیشتن باب خو یا دیا خو یا هم گیشتن هر دیا فلا تقل لهما افین اوف نبیجن بیله و بالوالدین اما کبشتی که خدا جل و هاد بجا و گوتنا ما جرد نکن وقل لهما قولا كريما گوتنا نرم خوش من رب بجا دعاياتا قلنا خدا وآتي ذا القربى حقه والمسكين حق أقرباء جيبينن وإيه فقير أوشي وابن السبيل إيه ثريامانا ولا تبذير تبذيرا إسراف نكن مال خد نتجي ويدا خد جي خدا أمر نكده دويدا سرف نكن دريا حرام دا دجي بريا كاري النجبو خدا مال خد دويدا سرف نكن كهندكن لأقربابك. أبو أيوب خدا جي رازي بحديث بيقول رواية دبا أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يا رسول خدا صلاة السلام خدا سلما جمرا عملك بوجه يدخلني الجنة منام بجنته. فقال القوم ما له وعاوله أفتشي قدني بوجه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرب ما له يعني چما چبيه دردك وهي احتياجك وهي بيجا سؤالي بك چما من مداخلة بكن. رسول الله قال تعبد الله في عبادة الله خالص عبادة شبه خدا بكي سبب شونا جنة لا تشرك به شيئا تشرك خدا را چناك نر عبادتا و نه تریاکاری جینا که عمل خالص شبه خدا بكي پشتك تأبكر وتقيم الصلاة ترتيب بين فرز الميجة خو إقامة بكي بآداب وأركان وخشوع وأكوان تماما تام حق الميجة بديك وتؤتي الزكاة أجر الزكاة مالت هبا تيويجي بدي وتصل الرحمة بشتويرات بيتي قنجيب أقربا جاء أبي هريرة جي دفجا قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره كسي كيف خشتك كو خدا رزقي بي زيادة و أجل ويجي عمري بي دريج بك بنفسر أقرباء خدا هذا يعني معلومة أنها أجل دقيش نار لكن إنسان حياتك يخش درباس بك بأقرباء قنجياء أقرباء وكاكو عمرك زيادة كبا زمان كي هندك دا خير خازن موفق بخير تركيا جبوي قاسي. رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث قال ليس الواصل بالمكافئ نأبك هما شو إلا أقربائك قنجيب بيقول أبي هذا قنجيب ويبكوي تاني ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها إيك أقربائي علاقه جيب ريجي أو بسرها رئيسا دمك نقرش الخيا إلا وقتك إلا قالك من أو مربين من قنجيب إنك يا أزناكم يا قنجيب كذا ساجا زي ويبكم نا قالك إنسان المؤمن
نا وقت قنجية أقرباء بمنتيا چونك خدا جل وعلا دوي وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه مالكيكم بنفخن دريا خدا دا مطلقا خدا خلف واي بدقرينا يعني خدا شنويت جدك قرشي نخويت دا جبوبي قرسي إنسان وهو خير الرازقين خدا عالم خير تر الرزق يفرص شنا خالق عالم جل وعلا جبوبي قرسي قدري إن كان بو إنسان مسلمان جرك قنجيب أقرباء خبك إن كانوا يهبن بمادي بمعنوي دستك بدوان شوا إيجابك رو تنگاسی روی تنگ سروان ده هره دفریا داشی هره تنگای ده هره اگر امکان شوینه تو نبین به تلفن الاحوال ما بپرسه یعنی علاقه خوب بده دوام کنن دیسا حدیثی جا ابی هريره روایت دوه رضی الله تعالی عنه دوه ان رجلا قال یا رسول الله زلمه گو ای رسول خدا قاسته امن خدا صلی الله علیه وسلم إن لي قرابة هنيك أقربائهم هنا أصلهم دبي شمبوان ويقطعون وعلقهم درا أو من النابرس وأحسن إليهم ويسيئون إليه أسخنجي وان كنا وخرابيهم ويجهلون علي وأحلم عنهم ويجهلون علي أزمونا حليما أبناء خوش مانا خبردن أو نزاني بكين طيب ما بيساج مراد كن نخوش كن خعاج كن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قول لئن كنت كما قلت أقل وقت تدريجيك تور عيني وغابة فكأنما تصفهم الملا وكا كنت خليا آقر آري بريد بعندي إنسان خليا آقر بري ناوهد لي ويدا شوا أوي بپردين روي ويجهب دا اشقا تخريبات كا إشارة ديكو أوقا أو بناكار دبان ولا يزال معك من الله ظهير عليهم خود اشترف خدا دا خود علا دوام بي آلی کار تیه لقارشیوان يعني خود علا آلی کار یادمجی تیه مثلا الحديث که داره قلت صحابي سألوا يا رسول الله من أبرو كاز نجيب كيف كن قال أمك دبي دياتا قاشي قال أمك سيجرى وأباك وأختك بابتا أخاتا وأخاك بريتا ومولاك الذي يرى وزاك أو أخواتي بسيورتي هذه اي بيشواتر قال لهم عاول قنجيبوان بك هيجا اي بشتيوان ده او كده ده قنجيا بديو بابا اولادا ايري خدا عالم امن مكة حتى انسان يجي سوج كده تبي يا رسول الله كامل سوج كده كده شد بيجي مرة رسول الله بيديا تساخد بينا اللي دبي او نساخه او ليك كي ساخه دبي خالتيا من دبي قنجي هربويك يعني قنجيا بده وبخالتيه دبا سبب شوينا جنتي يعني دبا سبب عفوكنا جناها يعني انسان جناه بك وقت انسان خداكي كل لو او خداي بعفو كلن بوي شكلي ابيك علاقه جا اقرباء خبكن ببرن روايته ابي هريره دبي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الرحمه شجنة من الرحمن فقال الله من وسلك وسلته ومن قطعه قطعته ومن قطعك قطعته دبي اب مرحمات وكار ريكي يعني هنك وها ريكي بلدات شاب يودا بقولي كده كهر نوالي كده قالك ريهانا اب ريكي دبي اب رحمتي مرحمتها وكنا بين اقرباء قنجيب اقرباء او جويه خويت عالد بين من وسلك وسلته ايكو يعني قنجيب أقرباء خبيرة أزيجيب يجيبوه أبو ومن قطعك قطعته إيكو على قوش أقرباء ببرة خذ دي أجي على قوش ببرة معاذ الله خذ تغزب المرو إمام البخاري وترمذي بحديثنا رواية ده الساكن نداجي خدا جل وعلا دبي خدا خلقيته مخلوقة كليه زمان بالا بيش خلقيته مخلوقة رحم دبي هذا مقام العائز بك يا ربي بيهاني جيك از خباب جمته من القطيعة إيكم ببر يعني علاقة خوش أقرباء خببر قال نعم دبي بلي أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك
ما خديش رحمة ربي قتلنا خازي كأز إيكو بتاع يعني إيه أقرباء خوي درك من أجيب جيم بالوان إيكو على قوش ده أقرباء ببرن أجي قطعهم يعني أو رحمة ربي ها خدا جل وعلا رحمة ربي بيجا وتبي ويدا وأثناء دا قالت بلى يا ربي دوي علي يا ربي ولا أدراسنا أو رحم مسبجة إن جاء خير على دوي بآية دوي رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة بآية القرآن الكريم دوي فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم دوي هون بربوا خوشته هون دباكو نيزيك بوا هون هبن هون فسادي سر أرضي تشيبه منهم بريق بقرين سريع حق وعلاقات وجاء أقرباء خب برن أولئك الذين لعنهم الله أبي خدا لعنته خلوهم كده خدش لعنته وغضبهم مسلمانا وبهدار جي محافظة بك فأصمهم وأعمى أبصارهم دبي خد عالم وانكركي حقي وشعبي وانجي كل كريه خداي عالمي ما نقل نجوان سنفي هاني ما بقرينا وان إنساني كو لأقرباء خو خيدا كمان